البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم بغيت نعجن شويه المسمن، قلت نشارك معكم هذه العجينه لانها كتعطي واحد المسمن مورق وهشيش. واخا ما كينجحش معاك المسمن غادي ينجح معاك بهذه الطريقه. عندنا هنايا جوج زلايف تاع الفورس وزلافه تاع الفينو. قلت لي درنا تاع الفينو كنديروا الدوبل تاع الفورس. معلقه صغيره ديال الملحه، ديال راس معلقه ديال الخميره تاع الحلوه، خميره حمراء، ريدقه ديال الخميره ديال العجينه، الخميره الفوريه. واخا نديروهم بجوج راه هما اللي كيخليو هاد العجينه كتكون هشيشه. معلقه ديال السكر الخشن، سكر سنيده اولا تعوضوها بالعسل، كتعطينا تقرميشه. المسمن ديالنا كيجي محمر. السر اللي كيجي في هاد العجينه كيعطيها طراوه وتتكون هشيشه، وكذلك مرقه هو دانون طبيعي. الا جربتوا هاد العجينه بدانون طبيعي ما عمركم غتستغناو عليها. علبه ديال الياغورت طبيعي، الماء دافي للعجين. هاد العجين هذا ما كنعجنوش بزاف، ما كنتعذبوش معاه. بمجرد انك تجمعي العجينه ديالك يختفي منها الدقيق، كتدهنيها بالزيت وكديريها في بلاستيك ترتاح قد اللي ارتحت، قد الوقت اللي عندك، نص ساعه، ساعه، ساعتين، كتعطيك واحد العجينه كتساعدك في الطراق وكتجي هشيشه وكتجي مرقه. والخميره راه بالنسبه للمسمن اللي فيه الخميره ما كيضرش في المصران، ضروري من واحد شويه تاع الخميره. على بركه الله غادي نبداو هاد العجينه. نبقى نضيفوا الماء، ما تجيش جاريه ما تجيش قاصحه، المهم عجينه عاديه اللي كديروا في المسمن. وهنا كي كتشوفوا معايا جمعت العجينه ديالي، راه ما عطيتهاش الدلك، غير جمعتها حتى تجمعات مزيان. غادي ندهن العجينه ديالي مزيان بالزيت ونديرها في بلاستيك غذائي على ما نصاوب الخليط ديالي، حيت بغيت نعمرهم بالسبانخ والفرماج. على ما يوجد ليا الخليط تكون العجينه ارتاحت ليا مزيان. صافي ديروا العجينه ديالكم في بلاستيك وخليوها. البصله مشلوطه درت معاها شويه تاع الزيت، مليحه، شويه تاع الابزار. كنخلي البصله ديالي حتى كتشحر مزيان وكطيح كما كتشوفوا معايا. عاد نزيد لي زيبيناغ، انا كانوا عندي في المجمد، اللي كانوا عندكم طري ديروهم. هو كنشحروا كلشي مزيان حتى كيهبطوا هاد لي زيبيناغ. هنا راه ضاعت الكميه اللي شفتوا حيتاش دغيا غادي يهبطوا ما غاديش يبانوا. الخليط ديالي هو وجد. ضروري تخليو السبانخ ديالكم ينشفوا من الماء، خصوصا اللي كانوا في المجمد بحال كما انا استعملت هادو في المجمد. دابا غادي نضيف عليهم الفرماج. كتضيفوا اي فرماج عندكم، ضيفوا المثلث اولا كيري. انا غادي نستعمل هذا، تيعجبني فيه المذاق تاع الفرماج الاحمر، غنستعمل معاه شويه من هذا. نتوما ديروا اللي عندكم. صافي هنا ضفت واحد 5 القطع تاع الفرماج مثلث، واحد الكميه تاع هذا الجبن هذا. غادي نخلط الخليط ديالي حتى كينسجم. صافي الخليط ديالي وجد كما كيبان لكم، راه حتى يجي فيه هذا الفرماج معلك. غادي نبداو تنقرصوا العجينه ديالنا ونعمروها. شوفوا ليا البنات العجينه من بعد ما ارتاحت كي تجي كتعطي الطوع في التقراص، راه ما كتعذبكمش، وفي نفس الوقت راه نتوما ما عطيتوهاش دليك ما والو، غير خليتوها ارتاحت. العجينه هي الراحه، قد ما ارتاحت قد ما كتعطيكم الطوع فاش غادي تخدموا بها. نحتاج شويه تاع الزيت والزبده مذوبه، غادي نحتاجها للتقراص لداخل. دابا غنستعمل بالزيت ونقطعها، نشكلها يا اما كويرات متوسطين ولا كبار اللي بغيتو، كتشكلوا الحجم اللي بغيتو. انا غنديرهم بهذا القياس. قطعت الكريسات ديالي، دهنت لهم الوجه بشويه ديال الزيت، كتغطيهم بالبلاستيك، خليهم يرتاحوا واحد 4 دقائق قبل ما تشكلوهم باش يعطوكم الطوع. كناخذ الكريسه ديالي كندهن سطح العمل بالزيت وكنبدا كنقرصها. شوفوا لي البنات كتعطي الطوع وكتجبد معكم العجينه. ندير واحد الرشيشه ديال الزبده. شوفوا لي البنات العجينه هانتوما شفتوا العجينه قد ما ارتاحت، راه ماشي العجين هو اللي كيصاوب المسمن، الراحه ترتاح العجينه. صافي ملي كترقوها بهذا الشكل غادي ناخذ واحد المعلقه تاع الخليط نحطها هنايا ونشكلها بحال شكلتها مربع بهذا الشكل هذا. وكنجيب واحد الموس وكنقطع العجين ديالي على هذا الشكل من الجانب اليمين واليسار كما موضح معكم. كنهزو هذا الطرف هذا نديروه العجينه ونردو هذا ونردو هذا
كنهزو العجينه ديالنا المربع نحطوه في الوسط، نردو تاني هاد الجوانب وكنهزو العجينه ديالنا نوصلوها لاخر طويه. صافي كتحصلوا على هذا المربع بهذا الشكل هذا، كتخليوهم يرتاحوا. نستمر حتى كنكمل. من بعد ما كملت العجينه ديالي شكلتها، صافي جبت واحد ورق الزبده كنقرص عليه، ماشي بالضروره يكون معكم، غير كيساعد باش كتهزي المسمنه ديالك ما كتعوجش. صافي كندير شويه د الزيت وكنستعمل شويه د الزيت وكنقرص المسمن ديالي. كما كتشوفوا الحشوه ديالنا ما كتخرجش لاننا درنا هذه الطريقه، كتكوني دوبلتي عليها الورقه ديال المسمن. والمقله ديالي راه كتسخن. ملي كتقرصوا على هذا ورق الطبخ تيساعدكم فاش تهزوها ما كتعوجش لكم المسمنه ديالكم، تبقى كما شكلتوها. البنات المسمن ديالكم فين ما كتخبزوا المسمن سواء العامر اولا الخاوي، عودوا حطوه على واحد الشبيكه منها كيتهوى ما كيتعرقش. اللي حطيتوه مباشره على الطبسيل راه كيتعرق وتيولي معجن. دائما حطوه على شبيكه حتى كينشف. صافي وعاد ديك الساعه قدموه في الطبسيل. المسمن ديالي البنات من بعد ما كملته كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى تجربوه، راه الوصفه كيجي بها هذا المسمن رائع جدا. وحتى الحشوه ديال هذا الصبانخ مع الفرماج ما نعاود لكمش على المذاق ديالها، تتجي فنه. سجلوا عندكم لرمضان ان شاء الله. البنات نتمنى تجربوا هذه الوصفه تاع اليوم اللي شاركت معكم، خصوصا في رمضان كنبغيو شي حاجه عامره بحال هكا، شي مسمنات عامرين. هذه الحشوه اللي عطيتكم راه كتجي لذيذه بزاف. جربوها وردوا لي ارائكم في التعاليق ان شاء الله.